إخوتي وأحبتي، إننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن وعمت فيه البلايا، فيريد الإنسان أن يبحث عن سبيل للنجاة وعن سبيل لفكاك رقبته يوم أن يلقى الله، لأن الدنيا كل الدنيا لا تساوي ساعة من ساعات الآخرة. الدنيا بليلها ونهارها، الدنيا بسنينها وشهورها، الدنيا كل الدنيا لا تساوي ساعة من ساعات الآخرة، كما قال ابن القيم: فكيف بك أنت أيها الإنسان، كم تساوي من أجزاء هذه الساعة؟ ولكن الثبات عزيز، والاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى عزيزة كل العزة، وذلك أننا نرى في هذه الأيام كثرة الناكسين عن طريق الحق. كم شباب كانوا يعيشون بيننا يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل الصلاح والاستقامة، ثم بنا نسمع أنهم قد حادوا عن الطريق والعياذ بالله. كنت دائما أسمع هذه الأخبار وأتألم لها كما يتألم كل إنسان عندما يسمع خبرا بحبيب له في الله قد حاد عن الطريق بعد أن كان معه على الجادة يسير. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن خذلتم فيها كنتم عن غيرها أخذل. وما نرى من كثرة المنتكسين إلا أنهم أهملوا أنفسهم في الخلوات، أهملوا أنفسهم يوم أن يخلوا بحرمات الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نربي أنفسنا، ومن أعظم أسباب التربية التي يربي بها الإنسان نفسه قيام الليل، دمعات الأسحار، النات المذنب في وقت السحر، صف القدمين لله في دجى الظلام، أن يقوم يوم أن يهجع الناس يقوم لله رب العالمين، يقوم داعيا لله مبتهلا لله، دموعه على خده تهراق خوفا وفرقا من الله. لا بد من التجديد، لا بد أن نعود إلى الله، لا بد أن نجدد مسيرنا إلى الله. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وكل مرتهن بما عمل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما حنت القلوب إلى جنات الله، أما اشتاقت القلوب إلى لقاء الله، أما اشتاقت القلوب إلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ألم نشتق إلى الجنة؟ أما حنت القلوب إلى لقاء الله؟ أما تقطعت القلوب شوقا إلى الله؟ فيا قلبا قد عسى عد إلى الله، علك أن تكرم برؤية الله في جنات الله، علك أن تكرم بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنان، عله أن يكون جارك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام. ألا فلنعد إلى الله ما دام في الزمن إمكان، وما دامت الأنفاس تذهب وتعود، وما دام في العمر إمكان، فلنعد إلى الله ولندعو الله في أجواف الأسحار متضرعين خائفين، ولنعطر ليلنا بدمعات الأسحار، فإن لها لذة وحلاوة على القلب أيما لذة لو كان لنا قلوب تعقل. فيا إخوتي، الله الله في القيام. هذه تذكرة، وهذه نصيحة مفرط، وهذه نصيحة مسرف على نفسه، ولكن كما قال الرحمن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتواصي، فإني أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله والمحافظة على قيام الليل،
فإن فيه السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله العلي العظيم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل الليل الصادقين، اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار المقبول منهم جميع الأعمال.